ده دليلك الشامل عن الكولد كولينج. نظرا للاسئله الكتير اللي سالتها عن ايه هو الكولد نظرا للاسئله الكتير اللي انا سالتها عن الكولد كولينج وايه هو اصلا، فالفيديو ده ليك. هنعرف يعني ايه كولد كولينج، هنعرف السالري، هنعرف الفرق ما بين المانجمنت المصريه وانك تشتغل مع كلاينت دايركت، هنعرف الاكونتس، وفي الاخر هنعرف ايه هي متطلبات الانجليش عشان تبدا تشتغل من البيت وتشوف هتعمل ايه بعد كده. وهنعرف برضو التارجت فيها عباره عن ايه. ما تقلقوش انا مغطي كل حاجه في الفيديو ده. Let's cut to the chase. في البدايه كده مصطلح الكولد كولينج لو جينا ترجمناه هيطلع معانا الاتصال الساعه. هو مش اتصال ساعه ولا حاجه، لكن ترجمته في المجال اللي احنا فيه ده وهو انك بتكلم ناس ولا هم يعرفوك ولا انت تعرفهم. كل اللي يعرفوه عنك هو صوتك، وده المسؤول بنسبه 100% عن انك تجيب التارجت ولا لا. يعني مثلا لو انت صوتك نايم هيقفلوا في وشك على طول، لو صوتك هتحسه مهزوز او متوتر هيخافوا يقولوا انت جاي تعمل نصيبه. اما بقى لو انت صوتك انرجيتك وحاسس ان انت واثق في نفسك فهتقدر تجيب التارجت ومش هيبقى عندك اي مشاكل. محمد يا فندم، مع حضرتك اخصائي استثمار. مسمار؟ اخصائي استثمار يا فندم في البورصه العالميه. مسمار شو؟ استثمار في البورصه العالميه يا فندم. سوق الاسهم يا طيب، سوق الاسهم. سوق السمك؟ سوق السمك، مظبوط. عايز بوري؟ السالري لو انت زيرو خبره والانجليش بتاعك B1 شغال فانت هتاخد من 10 ل 12 بالكي بي ايز والتارجت بتاعك. اما بقى لو عندك خبره من 6 شهور لسنه فالسالري بتاعك هيبقى من 12 الى 18 وممكن يوصل ل 20. ولو اشتغلت مع كلاينت دايركت فانت هنا هتنسى حسبة الجنيه المصري تماما وهيتاخد من 3 دولار ل 4 دولار في الساعة. ولو طلعت اكوزيشن مانجر او في بوزيشن اعلى الراتب هيوصل معاك من 5 دولار ل 7 دولار في الساعة، بما يعادل من 35,000 جنيه مصري الى 50,000 جنيه مصري. المانجمنت لما بتكون مصرية التيم ليدر دايما بيجري وراك، ولو ما جبتش التارجت في خلال شهر او 2 بتحط اكشن بلان، والشهر الثالث للاسف بيمشوه. وممكن يقعدك زيادة عن الوقت بتاعك، يعني لو انت الشيفت بتاعك 8 ساعات 9 ساعات بالبريك فانت ممكن تقعد 12 و13 ساعه عشان بس تجيب التارجت. اما لو انت شغال مع كلاينت دايركت فانت هنا الموضوع بيختلف شويه، يعني انت مش هتقعد زياده سواء جبت التارجت او ما جبتش التارجت في اليوم، مش هتقعد زياده لان ببساطه الساعه بتقف عليهم بفلوس فانت مش هتقعد ياما. وبرده للاسف هتتحط على اكشن بلان لو ما جبتش التارجت في خلال شهر او شهرين. الاكونتس اولهم والاحسن بالنسبه لي هو الريل استيت، العقارات. ده ببساطه انت بتكلم الناس بتحاول ان انت تشتري منهم بيوتهم او تبيع لهم بيوت. رقم 2 السولار، وده ببساطه برضه بتكلم نفس اصحاب البيوت في امريكا، بتطلب منهم ان انت تقدم لهم خدمه سولار عشان يشغلوا الطاقه الشمسيه ويوفروا فواتير شويه في الكهرباء عشان الكهرباء عندهم غاليه. رقم 3 الروفنج، وده ببساطه لو السقف عندهم مخلع او الدنيا بايظه شويه بتوفر عليهم ان انت ممكن تعمل لهم صيانه للسقف بتاع البيت بتاعهم او حتى تغيره وبتاخد كوميشن على الكلام ده. رقم 4 انشورنس، وده باختصار عن التامين، لكن لو هيخص تأمين على الحياة يستحسن تبعد عنه لأنه فيه حرمانية. التارجت ما هو إلا عبارة عن 2 أو 4 ليدز من 2 ل 4 الناس يكونوا مهتمين أنت اصطدتهم من الكولز اللي بتعملهم في اليوم، وده بيكون التارجت. وبس كده، ده كان كل اللي عندي بالنسبة للكولد كولينج. فلو عجبك الفيديو يا ريت تقول لي رأيك تحت في الكومنتس واعمل شير للفيديو عشان يفيد غيرك. سلام.